ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة نتكلم فيها عن ماتش طبعا النهائي اسبانيا انجلترا. قبل النهائي كده ايه اللي المفروض تكون عارفه؟ ايه كل الاحداث؟ المفروض الفرقتين يعملوا ايه عشان يقدروا ان هم يكسبوا الماتش النهائي ويحصلوا على بطولة اليورو؟ كل حاجة ان شاء الله نتكلم عنها في الحلقة النهاردة. طبعا انجلترا ليها حافز كبير هنعرفه خلال الحلقة. اسبانيا مقدمة بطولة كبيرة وتستحق ان هي تفوز بالبطولة. انجلترا يمكن هي الجانب الاضعف في البطولة، والوصول للنهائي كان مفاجئ بصراحة بالنسبة لانجلترا، ما كانش متوقع بعد الادوار، خاصة ان احنا شفناها في الدور الاول في دور المجموعات، وبعد كده تواليا يعني بدور ال16 ودور ال8 مباراتها كانت ضعيفة جدا. كل ده هنعرف ايه اللي المفروض يحصل فيه، وكل حاجة هنعرفها بإذن الله خلال الحلقة. فيلا بينا نخش على الحلقة على طول عشان مطولش عليكم اكتر من كده. لو جينا يا جماعة نبدأ كده ونفتكر مع بعض الرحلة بتاعت الفرقتين، هنفتكر طبعا بأسبانيا. ولو ابتدينا بأسبانيا كانت مجموعة الموت. أسبانيا معاها كرواتيا وإيطاليا وألبانيا، مجموعة تشوفها من بره كده من بعيد تقول أن أسبانيا أصلا ممكن تتأهل أحسن توالت. وفي ناس توقعت أن أسبانيا هتطلع أول مجموعة، لكن مش بالطريقة دي. اكيد محدش كان يتوقع ابدا ان اسبانيا هتقدر ان هي تطلع بالتسع نقاط كاملين وبالعلامة الكاملة في ظل وجود كرواتيا وايطاليا. ولكن بنشوف في الماتش الاولاني بتنزل اسبانيا بتكسب كرواتيا 3-0، وبتحط عليهم يعني ضغط كبير على منتخب كرواتيا اللي ما كانش عارف يعني يعمل ايه في الفترة اللي بعديها. وبنشوف اسبانيا طبعا بتقدر انها تكسب 3-0 مرتاحين. الشوط الاول بس 3-0 بيضغطوا ضغط كويس جدا. شايفين فكرة، شايفين لعيبة جاية تلعب وواخدة راحتها، مفيش هموم عليها ولا حمل كبير عليها. نخش على الماتش التاني ايطاليا، بنكسب 1-0 اسبانيا، ولكن ايطاليا كانت يعني بتدافع كويس الماتش ده جدا جدا جدا. اسبانيا احرجت ايطاليا جدا، راحت على الجون اكتر من 100 مرة. فيعني كان ماتش برضو ماتش كبير جدا قدمته اسبانيا وفرقة اسبانيا. ولما نيجي نتكلم عن البانيا نشوف بقى ان هو بيريح الفرقة كلها وبيلعب بالاحتياطي، وبيقدر كمان انه يكسب 1-0 وبيحط المجموعة كده في جيبه. على الرغم ان البانيا دي ايطاليا كسبتها 2-1 يعني بالعافية، وكرواتيا تعادلت معاه 2-2 في اخر الدقايق. فيعني لما انت تكسبها بالاحتياطي انت جاي بقى بتقول ان انا جاي اخد البطولة. فده بالنسبة لدور المجموعات بالنسبة لاسبانيا. على العكس تماما بقى انجلترا، لما تيجي تبص على مجموعة انجلترا تلاقيها صربيا وسلوفينيا والدنمارك. بالمنطق وبالعقل اول ما تبص على المجموعه تقول انجلترا هتطلع بالتسع نقط مرتاحه. مفيش عائق قدامها، هتنزل تاكل كل فرقه 3-4 مستريح. ولكن فوجئنا بصراحه بمنتخب انجلترا سيء جدا. سوء طبعا اختيار التشكيل من المدرب ساوثجيت اللي كان مصمم انه يلعب ارنولد في نص الملعب عشان يبقى موجود في الملعب وخلاص. طبعا بيلعب الماتش الاولاني صربيا بيكسب 1-0 بطلوع الروح بالعافية كده، يعني 1-0 اللي هو يعني بطلوع الروح. بعد كده بنشوفه بيتعادل مع الدنمارك 1-1، وبعد كده برضه بيتعادل مع سلوفينيا 0-0. يعني مباراة زي مباراة سلوفينيا دي متوقع انجلترا تكسب 4-0 مثلا، ولكن بنشوفها بتتعادل 0-0 بالعافية كمان. يعني كان ممكن تخسر اصلا الماتش، ولكن كان سوء ادارة من المدرب ساوثجيت بصراحة. واللعيبة نفسها ما كانش، يمكن هو اللعيب الوحيد اللي كنت تحس فيه كده بالحمية هو بيلينجهام. لما نيجي نخش على دور ال16 تلاقي اسبانيا ريحت سنة كده ولعبت جورجيا، قدرت ان هي تاكلهم 4-1. يعني مباراة كانت سهلة كده وبسيطة طبعا باللي قدمه منتخب اسبانيا في دور المجموعات. ولكن من خلال البطولة منتخب جورجيا كان منتخب مش ضعيف، وشفنا منه اداء كويس جدا خلال المجموعات. ولكن قدرت ان هي طبعا اسبانيا تكتسح جورجيا ب4-1. ويمكن ده قلنا في حلقة التوقعات بتاعت دور ال16، قلنا يا رب ان جورجيا يعني ما تخسرش بسكور كبير، ولكن ده اللي حصل. اسبانيا قدرت ان هي تكسب 4-1. على العكس بقى الناحية التانية نفس الكلام، سلوفاكيا، انت انجلترا بتلعب سلوفاكيا فماتش مضمون. ماتش انا نازل اكسب برضو 3-1 ولا 2-0 ولا يا عم اريح لعبت واكسب 1-0 كده في المستريح.
لا ده احنا بنلاقي سلوفاكيا هي اللي بتتأهل، يعني بتضغط، وبنلاقي سلوفاكيا هي اللي بتحارب على الماتش، وبنلاقي سلوفاكيا هي اللي مستحوذة على المباراة، وهي المستحوذة، وهي اللي واخدة الكرة عندها، وهي اللي ماشية رتم المباراة على مزاجها. وراحوا على الجون يمكن 10-15 مرة، ضيعوا كور ما تضيعش، ويعني اهدار فرص غير طبيعية، وبيبقوا كسبانين 1-0 لحد الدقيقة 92 لما بيجي بيلينجهام طبعا بهدف الرائع الدبل كيك دوت الجميل جدا طبعا. وبرضو اداء فردي من لاعب هو يعني مصمم ان هو يقدم كل ما عنده عشان يوصل لغايته الاساسية وهي البالون دور طبعا. فالراجل بيقدم كرة دبل كيك كده ممتازة بيرجع بيها منتخب انجلترا. وبعد كده في الاشواط الاضافية، وهنا يمكن اول مباراة تروح للاشواط الاضافية بالنسبة لانجلترا، وبيكسبوا 2-1 بهدف هاري كين اللي بيقدر ان هو يجيب جون ويخلي منتخب انجلترا ان هو يصعد. على الناحية التانية بقى ابتدي بقى اسبانيا تلعب المانيا، وبعد كده فرنسا بتكسب المانيا 2-1 في ارضها في وسط جمهورها فعلى ملعبها. فانت بتتفاجئ، يعني كان في ناس كتير جدا متوقعه طبعا فوز المانيا في الماتش ده، ولكن اسبانيا عملت ماتش كبير، احرجت المانيا وقدرت ان هي تكسبهم. بعديها بتكسب فرنسا 2-1 وكانت هي الاقدر وهي اللي تستحق الفوز. فيعني كانت حاجة رائعة من منتخب اسبانيا، بيلعب برضو فرقتين من عمالقة اوروبا، وفرقتين المفروض كانوا مرشحين ان هم يكسبوا اليورو. على الناحية التانية بقى انجلترا بتلاعب سويسرا في دور الثمانية، بتكسبهم بضربات الجزاء بالعافية بعد ما سويسرا احرجتها احراج كبير، وكانت ممكن ان هي تكسب الماتش، وهي سويسرا اصلا اللي اتقدمت في المباراة، ولكن برضو بأداء فردي من ساكا اللي قدر ان هو يحط جون ويرجع انجلترا للمباراة. والماتش اللي بعديه هولندا في نص النهائي طبعا بيكسب 2-1 في مباراة ادارها بشكل كويس جدا ساوث جيت. ويمكن المباراه الوحيده بقى اللي شفنا فيها انجلترا بتلعب كوره، هي اللي ماسكه الريتم، هي اللي محركه الملعب بمزاجها، وده كان شيء غريب. يمكن هولندا هي اللي اتقدمت، ولكن ده كان عكس سير المباراه تماما، كانت انجلترا هي المستحوذه، انجلترا هي اللي كانت افضل في مباراه هولندا، وده كان باين جدا. ده كده يعني رحله الفرقتين لحد دلوقتي في اليورو. ولكن لما نيجي بقى نتكلم عن اسبانيا والمباراه النهائيه، فاسبانيا طبعا يعني هي المرشح الاقوى دلوقتي قدام كل الناس ان هي اللي تكسب البطولة، لان الاداء اللي قدمته خلال البطولة اللي احنا قلناه من شوية، مع قوة الهجوم، مع السبب الرئيسي اللي من وجهة نظري انا، وعايز اعرف وجهة نظرك انت ايه السبب الرئيسي. وانا قلته لكم في الحلقات اللي فاتت كلها ان اسبانيا بتلعب بدون ضغوطات، اللعيبه كلها لعيبه صغيره، مش فارق معاها اي حاجه، مش فارق معاها هي بتلاعب مين، مش فارق معاها الاسماء اللي قدامها في الفرقه التانية هي مين، مش فارق معاهم اي حاجه غير ان هم جايين يلعبوا ينبسطوا ويكسبوا ومش عايزين نخسر. لان ده تفكير السن ده من العمر، يعني السن اللي هو 22 و23، وطبعا شايفين بقى 16 و18 وارقام كده غريبه في منتخب اسبانيا. فالسن ده بيبقى كل همه ان هو يكسب، مش مهم هكسب ازاي، المهم ان انا هعمل كل اللي عليا عشان اكسب. فده يعني سبب قوي جدا 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 لمنتخب اسبانيا ان هو بيلعب باريحيه كامله، مفيش اي ضغوطات عليه. طبعا ما كانش مطالب منه اصلا ان هو يوصل للنهائي، وما كانش مطالب منه ان هو ياخد اليورو، فبيلعب بمنتهى الاريحيه وبمنتهى السلاسه اللي في الدنيا. ده بالنسبه لمنتخب اسبانيا. وكمان خلال رحلته في البطوله زي ما شفنا قابل منتخبات كبيره، كرواتيا وايطاليا والمانيا وفرنسا، يعني قابل مجموعه من الفرق القويه جدا اللي اديته تجارب وادت للاعيبته خبرات اكتسبوها خلال البطوله نفسها. فده كله بيقوي من فرقه اسبانيا، وبيديهم حافز اكبر ان هم يوصلوا البطوله. خلاص وصلنا النهائي، هنلاعب انجلترا فريق كبير، ولكن احنا قابلنا الاقوى منه، قابلنا المانيا وقابلنا فرنسا، قابلنا كرواتيا، قابلنا ايطاليا، قابلنا كل الفرق الكبيره دي. فاحنا خلاص مش رهبانين، وزي ما قلت لكم هم كده كده من الاساس مش رهبانين احنا هنلاعب مين ولا مين الاسامي اللي موجوده في الفرقه اللي بنلعبها. لو جينا بقى للناحيه التانية، انجلترا بقى عندها حوافز اكتر بكتير من اسبانيا. اولا احنا كنا سيئين جدا 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 وقدرنا ان احنا نوصل للنهائي، فليه ما ناخدش البطولة بقى، نلعب ماتش كبير قدام اسبانيا، خاصة ان احنا بنلاعب لسه شباب ولسه يعني احنا عندنا خبرات اكبر، احنا بنلعب في اندية تقيلة جدا، عندنا خبرات مكتسبينها من خلال
المباريات اللي احنا بنلعبها، وعندنا حافز اكبر بكتير ان احنا تاني مرة على التوالي بنفس السكواد تقريبا، او بنفس يعني 80% من السكواد ده هو اللي وصل النهائي السنة اليورو اللي فات، اليورو اللي فات للنهائي برضه وخسروا قدام ايطاليا. فاحنا عندنا حافز يعني ما نوصلش بقى نهائيين ورا بعض ونخسر، وعندهم الحافز الاكبر وهو ان احنا ما فزناش ولا مره باليورو. فده الوقت المناسب، يعني بطولتين ورا بعض لازم بقى نكسب مره اليورو عشان نثبت ان احنا جيل كويس جدا لانجلترا، واحنا الجيل اللي جاب اليورو لانجلترا الاولاني. فيعني ده حوافز كبيرة جدا عند منتخب انجلترا. وفي حافز بقى شخصي ومجد شخصي وهو بيلينجهام اللي عايز يكسب اليورو بأي طريقة عشان يضمن البالون دور بعد ما كسب اوروبا مع ريال مدريد. لما يكسب كمان اليورو يبقى قرب بنسبة كبيرة جدا 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 للبالون دور. فانت عندك حوافز كتير، عندك دوافع كتير ان انت تكسب البطولة. عملت ماتش كبير قدام هولندا واستعدت كده شكلك. طبعا الخطة بقى الساوث جيت ثبت عليها بقى له ماتشين 3-4-2-1 الراجل بيلعب بيها ومستقر عليها، بيلعب بفودن وبيلينجهام. وفودن شفناه الماتش اللي فات بقى واخد الاريحية الكاملة والراجل بيلعب براحته خالص. فكل ده طبعا بيدي قوة كبيرة لمنتخب انجلترا، والفرقتين كده يعتبروا اصبحوا متكافئين. على الرغم من مشوار اسبانيا طبعا كان اقوى من انجلترا، ولكن بيعوض المشوار ده الخبرات الموجودة اصلا عند لعيبة انجلترا، وبيدعمها بقى الحوافز والدوافع اللي احنا قلنا عليها دي كلها. فاعتقد ان الماتش هيكون كبير جدا، ماتش هيكون قوي جدا ما بين الفرقتين، وهيبقى مش ماتش سهل لاسبانيا، مش هتكسبه بسهولة. ولكن هنا انا هقول رأيي، اسبانيا لازم تبدأ زي كل المباريات تلعب من غير اي يعني حاجة في دماغها، هتقدر ان هي تلعب ماتش كبير. انجلترا لازم ان هي تمشي رتم الماتش على دماغها، هي ما ينفعش تسيب الكرة لاسبانيا ولاعيبة اسبانيا، لان لو سبت لهم الكرة وسبت لهم ان هم اللي يمسكوا الرتم مش هتعرف ان انت ترجع زي كل مرة ما رجعت قدام مثلا سويسرا قدام سلوفاكيا. لو اتقدموا بجون او اتنين انت مش هتعرف ترجع للمباراة مرة تانية، لان هم كمان عندهم خط دفاع مميز جدا طول البطولة، يمكن ما استقبلش غير 3 اهداف بس، منهم هدف طبعا العكسي بتاع ماتش جورجيا، ومنهم هدف من المانيا وهدف من فرنسا. فاللي هو يعني طبيعي جدا ان انت تستقبل اهداف من فرق كبيرة زي دي. ولكن خط دفاع مميز، حارس مرمى مميز جدا جدا جدا. فانت لازم ان انت اللي تمشي رتم الماتش، انجلترا هي اللي لازم تمشي رتم الماتش، هي اللي لازم تبقى مستحوذة على الكرة باكبر قدر ممكن. لان انت زي ما قلت لك لو سبت الاستحواذ لمنتخب اسبانيا يعني هيدمروا الدنيا مع وجود لامين يامال وويليان بقى واللعيبة دي كلها اللي عندها مهارات عالية جدا، هيتعبوك خاصة ان انت بتلعب بخط دفاع ثلاثي. فاللعيبة دي جناحات. وعشان كده انا من رأيي المتواضع وقلت يمكن الخطة دي هي الانسب لانجلترا، ان انت الماتش ده ممكن تيجي على الخطة وتلعب بقى 4-4-2. في الحالة دي انت هتمسك الملعب وهتسيطر عليه بشكل اكبر جدا. هيبقى عندك الاتنين الباكات، واحد مع لامين يامال وواحد مع نيكلاس ويليامز، هتمسك كده زمام الامور. وده يعني ايه رأيي، قول لي رأيك انت كمان تحت في الكومنتات. وده طبعا كده يعني ما قبل النهائي وما قبل بقى ايه دوشة النهائي. ده كان كده مختصر لكل اللي حصل للفرقتين خلال البطولة كلها. وان شاء الله طبعا بإذن الله هنعمل حلقة بعد النهائي وبعد ما نشوف مين اللي هيكسب. طبعا توقعاتي يمكن قلتها بقى من حلقة التوقعات الأخيرة، أنا شايف إن إنجلترا هي اللي هتفوز باليورو، مع الرغم إن أمنياتي وتمنياتي كلها مع أسبانيا، وبشجع أسبانيا بصراحة في النهائي ده. ولكن توقعي إن إنجلترا هتقدر إنها تكسب البطولة دي، ولكن مش هتكسبها بسهولة. وأعتقد كده زي ما قلت برضو في حلقة التوقعات إن الماتش ده ممكن يخلص ضربات جزاء. فبشكركم جدا ورب اكون افدتكم كده في الحلقة، وسلام.